الام توفت. الام متوفيه. يعني والدته متوفيه. وهي نفس والد الخالد يعني. نعم. والد خالد. انت جاي النهارده طب اخواته ملوش ليه؟ والله هو زي ما تقول انني يعني قلت اقضي. انت جيت يعني عشان عايز تتصالح مع واخواته برضه يعني. طب اخواته ملوش ليه؟ واخواته يعني مستعدين برضه يعني. مستعدين يعني؟ لا مستعدين ييجوا. مستعدين ييجوا. ييجوا. اللي حصل بقى ان انا جيت الدور اللي فات برضه لوحدي. انا السبب. ما جبتش اخواته معاك ليه؟ ما كنتش اعرف ما كنتش يعني. اعرف والله. لو انت عايزهم ييجوا. كان فيها دعوة مدنية. قضية دي ولا ما كانش؟ لا ما كانش فيها. طيب ماشي. بس الخبراء من ولا كنا بنتصالح مع اسكتها موجود. الحاضرة مع المتهم استأذنت الهيئة الموقرة يعني المتابعين الكرام، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا امام محكمه الجنايات في داخل محكمه الجنايات المنصوره اثناء وجود الاب. زي ما حضراتكم شايفين الاب حضر امام هيئه المحكمه بيتصالح مع ابنه هاني اللي خلص على شقيقه اثناء نومه، وقال كلمه مؤثره امام محكمه الجنايات المنصوره ان ده ابني وده ابني وانا بتنازل عن الحق. واخيرا التمسك بنص الماده 62 عضوا. الحكم معالي الوزير اتسبب على ان نيه القتل متوفره لدى المتهم الماثل واضاف حق مش هينفع. السبب ان انا انت عندك تبرير ان اخوي يقتل اخوه. يعني ايه التبرير اللي عندك انت بقى؟ التبرير اللي عندي من كتر الكتابه والله يا باشا. يعني هو يعني من كتر الكتابه اللي حماته عملتها له يقتل اخوه؟ اي والله. تمشي ازاي ده يا حاج؟ بقينا نجيبه من البلاد. بقينا نجيبه من البلاد والله. كانت عامله له ايه بالتوهان كده والجري؟ والله. والجري في البلاد. واحلف يمين الله والله. يعني كان بيتصرف تصرفات غير طبيعيه؟ بسبب حماته؟ بسبب حماته والله. ومراته اللي هو طاردها يعني. ده يخليه يقتل اخوه؟ الاعمال وحشه والله. يعني الاعمال ممكن تخليه يقتل اخوه؟ ده تبريرك يعني؟ يعني التبرير بتاعك ان هو قتل اخوه ان هو من كتر الاعمال اللي بتعملها له حماس. عنده مرض نفسي برضه يعني ايه لما ان هو معاه. طب اشمعنى ده اللي عمل معاه ما عملش مع حد من اخواته التانيين ليه؟ والله اللي حصل كده النصيب كده. جت في حظك ولا جت في حظك يا ده تبريرك لحكايه القتل اللي هو عملها. بس هو مش متعمد يعني. بيقول لك مش متعمد. يعني هو كان مغيب ساعتها؟ ما كانش حاسس او واخد باله ولا لا؟ ماشي. اتفضل. كملي يا استاذه مصر. حكم اول درجه تكلم عن ان هناك اختلاف ما بين المتهم واسرته، ما بين المتهم والوالد بخصوص وديعه تخص المتهم الماثل في احد البنوك. زي ما حضراتكم تابعتوا متابعينا الكرام، الأب بكلماته فتولد لدى المتهم الماثل الحقد والضغينة والغضب وتوافر نية القتل. حضر أمامكم اليوم والد المتهم ووالد المجني عليه وقال إلا في وديعة ولا في اختلاف ما بيني وما بين المتهم. خلت أوراق الدعوة مما يفيد أن هناك خلافات ما بين المتهم والمجني عليه والعائلة، ولا توجد وديعة ولا نعلم الحكم الجزئي سطر هذه الأقوال بناء على إيه؟ الأب قدام عليك مفيش خلاف ما بيننا وما بين المتهم، مفيش خلاف، مفيش وديعة، مفيش أي حاجة. حتى سبب القتل النهارده إن سلم به والد المتهم لا نعلم سبب القتل،
ولا الدفاع يعلم لهذه اللحظة إذا كان المتهم الماثل هو اللي قام بالقتل من عدمه. يبقى أنا عندي النهاردة قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. من أين توصل الحكم الجزئي إن هناك وديعة ولم يأتي بمستند يؤيد هذه الأقوال، والدفاع الحاضر مع المتهم لم يقيد ما يفيد أن المتهم لديه وديعة أو أن أشقائه يريدون هذه الوديعة. نية القتل معالي الوزير أمر خفي مستتر لا يستطيع أحد الوصول إليه، وإنما يستطيع أن نستشف هذا الأمر من ماديات الدعوة ومظاهرها ومن السلاح ومن الضربة ومن المكان. المتهم الماثل أمام معاليكم لو توفرت لديه نية القتل هل يقوم بالقتل وهناك شاهد إثبات معه بالغرفة؟ هل يقوم بالقتل وفي شخص ثالث في الغرفة معالي الوزير ويعلم علم اليقين أين يسكن شقيقه ويعلم ميعاد الذهاب وميعاد العودة؟ بمعنى لو نية القتل متوفرة هستنى المجني عليه وهو قادم من منزلنا وقوموا بالقتل بعيدا عن أعين الناس. لكن نية القتل غير متوفرة. لو متوفرة النهاردة يا معالي الوزير مش هعد السلاح، لكن السلاح الأبيض الموجود النهاردة في القضية قالوا إنه كان موجود صدفة في مكان الواقع. يد فاس موجودة في مزرعة. نية القتل كانت وليدة اللحظة، ما كانتش متوفرة لدى المتهم، مفيش تخطيط مفيش ترتيب. النهاردة إذا كانت النية منعدمة لدى المتهم بدليل لا في تخطيط ولا ترتيب ولا وسيلة ولا النهاردة هيتخلص من الجثة ازاي؟ أنا النهاردة عشان أقوم بقتل شخص وشقيق النهاردة أعد العدة، لكن الأوراق اللي أمام معاليكم بتثبت عكس ذلك. ازاي؟ المتهم وشاهد الإثبات الأول بيقول ده لما جه المجني عليه قام المتهم وعمل العشاء والشاي وعمل المزاج اللي هي أنا آسفة في اللفظ الشيشة. أنا لو النهاردة نيتي هقتل شقيقي هعمل له العشاء واعمل له الشاي وانيمه النهارده معالي الوزير، انا كان من اولى استناه على الطريق وفي الظلمات واقوم بقتله والتخلص من الجثه بعيدا عن اعين الناس، ولا من شاف ولا من دري، واتخلص من الجثه لو النيه متوفره. لكن انا ما عنديش نيه. كانت وليده اللحظه زي ما الاب قال، والمدينه نبروه المشهور عنها بالاعمال والسحر النهارده زي ما قالوا ان المتهم ده ما نعرفش كان معمول له عمل مش معمول له عمل. اذا كانت النية يا ريس في القضية اللي قبل كده قضية القتل ايه اللي هي مشهورة؟ بيقولوا تنظيف اللي هي خاصة بالنظر، دي مشهورة بالاعمال، بيقولوا يا معالي الوزير. لكن نية القتل منعدمة. سبق الإصرار لما يجي الشاهد النهارده ويقول أنا شفت المتهم قاعد على السرير ويبص في السقف، هل معنى ذلك إن أنا كنت بخطط للجريمة؟ لا. أي شخص النهارده عنده إرهاق شارب شاي تقريبا وطبعا المركز ده يا ريس تنظيف ده هي دي المكان يا ريس، ده محيط معروفه يا ريس معروفه. فالنهارده معالي الوزير اني اجلس على السرير وانظر للسقف فتره من الزمن، هل هذه دليل على توافر ظرف سبق الاصرار؟ كما ذكر الشاهد بيقول انا مره واثنين الاقي المتهم جالس على السرير، ايه يعني؟ شارب شاي وعندي ارهاق. بيقول قال لي اكتر من مره خالد، بيقول لي اكتر من مره خالد هيجي امتى؟ انا النهارده لو سبق الاصرار متوفر عندي انا مش هسال الشاهد او الموجود معي في الغرفه، انا هرفع التليفون واتصل بشقيقي انت فين؟ وهتيجي امتى النهارده؟ لكن الكلام ده ما حصلش. يبقى النهارده الشاهد تزايد في اقواله. انا قاعد النهارده في سبق اصرار بدليل ان النهارده انا لما جه شقيقي واحدثت الفعل فعلا زي ما قال في اقواله، ده انا ما بنكرهاش. النهارده معالي الوزير كانت وليده اللحظه، سلاح انا ما قعدتهوش. لما ناقشنا امام اول درجه وطلبنا ما فيش هو في نيه يا ريس؟ في قتل؟ احنا هو في قتل ولا ما فيش؟ انا بسير المتهم في اقواله اللي قدام عليكم في التحقيقات. المتهم قال في التحقيقات انا قمت بضرب شقيقي. انا ما اقدرش اخالف. هو ما قالش الكلام ده.
هو قال انا جاله وقابلناه وقعدنا وفجاه كده وانا نايم ايوه انتوا مسكتوا ضربوا انا عارف ان هو خالد اهوت وعارف ان هو كذا. لا هو قال لا ما قالش لا يا ريس لا قال انا لقيت الشخص وقمت باحضار